من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أبكم أصم، لا تأكل ولا تشرب ولا تنطق، فمن الذي أكلك وشربك؟ من الذي يعطيك؟ لو نتأمل في قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود، كما جاء في الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة. فما هي هذه الفطرة التي ولدنا عليها؟ أهي الغيبة والنميمة؟ أهي الغرور والتكبر؟ أهي عقوق الوالدين؟ أهي قطع الأرحام؟ أهي التجبر والتكبر؟ أهي الغرور والعظمة؟ أهي سوء الظن؟ أهي الحسد والسحر والكراهية؟ أهي الفحشاء؟ أهي المنكر؟ أهي البغي؟ ما هي هذه الفطرة التي ولدنا عليها؟ أم هي الرضا والسعادة؟ أم هي الأخاء والتسامح والتكافل والمودة والرحمة وإصلاح ذات البين؟ ما هي هذه الفطرة التي ولدنا عليها؟ هذه الفطرة هي أن يولد الإنسان على لا إله إلا الله، على أن يولد على هذا الدين، دين التسامح، دين الأخاء، دين صلة الأرحام، دين طاعة الوالدين، دين الرضا، دين السعادة، دين التواضع والأخلاق. يقول جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. ولكن انظروا إلى هذا الزمان، انظروا إلى الذين يبدلون خلق الله وفطرته في هذا الزمان. زمان الظلم، زمان حقوق الوالدين، زمان قطع الأرحام، زمان رفع أصواتنا على آبائنا وأمهاتنا، زمان التكبر والغرور، زمان الهنجمة بالمعنى الجبلي. هذا هو الزمان الذي نحن فيه، بل أقول أنه زمان إبليس، وما أسرع أن يغوينا إبليس في هذا الزمان. هذا الزمان الذي ابتعدنا فيه عن القرآن، هذا الزمان الذي البعض منا لا يصلي إلا الجمعة، هذا الزمان الذي نسى البعض منا أباه وأمه، البعض منا الغيبة والنميمة كشرب الماء في هذا الزمان. الغيبة والنميمة على شفتاه، البعض منا الضمع والجشع وهم الدنيا لا يفارقه في هذا الزمان. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأين المخلصين في هذا الزمان؟ أين الذين يريدون ما عند الله؟ نحن في هذا الزمان الذي ما أسرع أن يغوينا إبليس. وانظروا إلى مجالسنا عن الغيبة وعن النميمة، والله كشرب الماء.
التكبر والتجبر